خوتي خواتاتي، السلام عليكم، مرحبا بكم جميعا. صحيحة لاباس، كل شيء بخير، العائلة، الوليدات، الخوت، الخواتات، كل شيء بخير، كل شيء هاني. أتمنى أن تكونوا في أحسن الأحوال. قبل ما نبدا الفيديو غادي نشكر الناس اللي كيتبعوا القناة، الناس اللي كيخليو تعليقات. ما غاديش نقول الاسماء لان غنقول اسماء شي غادي يقول لك علاش قلتي لهذا الاسم الاول وعلاش قلتي هذا الاول، ولكن كنحيي جميع الاسماء اللي كنشوفهم، يعني تيخليو تعاليق، تيديروا لايك، يعني كنشكركم بزاف. ويعني هذا شيء جميل، يعني هذا احساس جميل ان انسان عنده قناه وكيشوف واحد المجموعه من الناس اللي كيتبعوه دائما وكيخليو تعاليق، تيديروا لايك يعني، وتيدافعوا على القناه. يعني شكرا شكرا والله العظيم انا كنشكركم بزاف. وكنتمنى يعني هاد الناس يكثروا، لان القناه ليس الهدف ديالها يعني هدف مادي ولا هدف إشهاري، ولكن القناة الهدف ديالها الوحيد وهو التغيير. يعني حنا كمغاربة كنطمحوا للتغيير، يعني التغيير الإيجابي، ما كنطمحوش التغيير السلبي. كنحاولوا أن دولتنا تولي دولة يتمتع فيها المواطن المغربي بجميع حقوقه المشروعة، من حرية التعبير، الحق في السكن اللائق، الحق في التعليم، الحق في الصحة، الحق في العمل. يعني هذه مسائل توفرها جميع الدساتير العالمية، ولكن في المغرب لا نجدها ولا نجد لها حتى الريحة ديالها. كنلقاو النظام أنه كيمنح الناس اللي تابعين ليه جميع الامتيازات، ولكن الشعب المغربي يبقى المهمش الأول في هذه المنظومة الديكتاتورية اللي كيتزعمها النظام الملكي المغربي. كيف ما قلت لكم وكيف ما وعدتكم غادي نبقاو دائما غنبقاو نجبدوا الموضوع ديال القضاء في المغرب اللي هو الاساس. هناك بعض الناس تيخرجوا تيقولوا لك في التعليقات، تيقولوا ودي راه ماشي غير القضاء، تيقولوا راه ودي الفساد يعم جميع المجالات. ولكن انا اللي كنقول ان يعني المسؤول الوحيد على انتشار الفساد في جميع المجالات وهو فساد القضاء. لان لو كان القضاء صالح كان غادي يكون الاصلاح يشمل جميع المجالات، ولكن ما دام ان القضاء فاسد فان الفساد يشمل جميع القطاعات، لان الفساد هو الركيزه، الفساد هو الاساس، القضاء هو الاساس. القضاء هو اللي كيخلي الدوله تتقدم اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا. راه الا كان القضاء فاسد راه ما تكونش دوله. القضاء هو الاساس، القضاء هو التقدم، القضاء هو الديمقراطيه، القضاء هو حريه التعبير. لان شكون اللي غادي يحمي المواطن؟ شكون اللي غادي يحمي هذا المواطن اللي بغى يعبر الراي ديالو؟ شكون غادي يحمي هذا المواطن اللي باغي يتعلم؟ شكون اللي غيحمي هذا المواطن اللي باغي مستشفى ولا باغي ولا محتاج للطبيب؟ هو القضاء. القضاء هو الاساس، القضاء هو لا باز، القضاء هو لا باز ديال الديمقراطيه، القضاء هو لا باز ديال التقدم، القضاء هو لا باز ديال الكرامه. هذا الشيء علاش يعني اتخذت هذا الطريق ديال انتقاد القضاء المغربي اللي اصبح يعني شوهه. القضاء المغربي شوهه في العالم، ماشي غير المغرب ولكن جميع الدول الديكتاتوريه. يعني القضاء ديالها كنعرفوه يعني اشنو الدور ديالو. لان القضاء في الدول الديكتاتوريه هو الدفاع عن الديكتاتور، لان الديكتاتوريه تسخر القضاء للدفاع عنها، يعني بجميع الوسائل. وعلى هذه الخلفيه هذه يعني دائما كنمشي للمقالات اللي تيهضروا على هذه القضيه، اللي تيقول لك هلا واحد المقال تيقول لك سيدي خدش على وجه المغرب. وشنو هو هذا الخدش؟ هو فساد القضاء المغربي. هنا كنشوف واحد اللوحه اللي حامله هذه الاخت هذه اللي تتقول لك لي تيكست دو لا لوا فون تير توت اوبوزيسيون او بلوم ليبر. حقيقه يعني القانون تيحاول يسكت جميع الاصوات المعارضه، الاقلام المعارضه. يعني هذا هو التفسير ديال هذه اللوحه اللي حملها هذه الاخت في احد المظاهرات. هذا مقال جميل جدا واللي عجبني بزاف، وغادي نحاول نبارطاجيه مع الاخوه والاخوات باش نحاولوا. يعني انا ماشي غنقول لكم غادي بغيت نصلح يعني نصلح المغرب، ولكن تيقول لك نقطه نقطه يحمل الواد، لان نقطه منين، نقطه من هذا، نقطه من هذا، نقطه من هذا. يعني غادي نوصلوا واحد النهار اننا
نوصلوا واحد الفكره اننا نعالجوا واحد القضيه، ولكن راه الا بقينا كلنا ساكتين، الا بقينا سيدي تيخرج تيقول لك وانتم شنو كديروا بهذه الهضره، وانتم شنو درتوا بهذه الهضره، شنو يعني بزاف الناس تيقول لك هذه الهضره ما تشري خضره اييه. ولكن المغرب تيخصو التوعيه اولا، لان عن طريق التوعيه تيكون التغيير. راه الا ما كانش توعيه ما غيكونش تغيير. راه الا جينا بقاو الا جا كلشي غيبقى ساكت. تصوروا ان في ظل يعني في ظل هذا الفساد اللي كاين في المغرب، في ظل فساد القضاء، تصوروا ان المغاربه يبقوا ساكتين. يعني ماذا يعني هذا؟ ماذا يعني هذا؟ يعني انك قابل الفساد، يعني انك قابل فساد القضاء، يعني انك قابل الديكتاتوريه، يعني انك قابل هذا الشيء اللي كيطرا في المغرب. هذه قاعده عاديه، قاعده في جميع يعني معروفه جدا، انك الا سكتي على الفساد راح حتى انت من الناس اللي كيمارسوا الفساد. راك الا سكتي على شي حاجه خايبه التي تمارس في شي بلاصه راح انت كتشارك فيها، كتشارك فيها. يعني مشاركتك مبنيه على سكوتك على هاد التصرفات اللي كتوقع في البلاد. المهم هاد المقال جاء عن من مجموعه مراسلون بلا حدود. كتعرفوا مراسلون بلا حدود هي واحد المنظمه اللي مستقله جدا، اللي تتكون من عدة صحفيين من جميع أنحاء العالم. يعني ماشي من سياسيين ولا من أنظمة ولا من هذه، نو. مجموعة مراسلون بلا حدود هي مجموعة ديال واحد الصحفيين الذين ينتمون إلى عدة دول مختلفة وعندهم آراء مختلفة، ولكن الهدف الوحيد ديالهم الوحيد هو الدفاع عن الصحافة، الدفاع عن حرية التعبير. هذا هو الدور ديالهم ولا الوجود ديالهم في هذا الكون هذا. يعني هو الدفاع على الأقلام الحرة. هنا اش تيقول لك سيدي وجهت مراسلون بلا حدود، وهي منظمة عالمية تدافع عن الصحفيين وحرية الإعلام، نداء عاجلا إلى الأمم المتحدة تدعوها فيه إلى إدانة استعمال المغرب التهم الجنسية والتشهير الأخلاقي بالصحفيين المستقلين. كيف ما كتعرفون المغاربة كلكم كتعرفوا هذه القضية، أن النظام المغربي ما بقاش كيستعمل الاساليب الكلاسيكيه اللي كان كيستعملها من قبل، ولكن حتى هو تقدم مع تقدم يعني وسائل التواصل الاجتماعي، مع هذه الموجه اللي كيعرف العالم. حتى هو اخترع واحد الاشياء جديده باش يكذب على العالم، اوليو باش يقول لهم رانا كنحكم على هاد الصحفيين لانهم مثلا ينتقدونني ولا عندهم كتابات يعني ضد النظام. تيقول لك سيدي لا، حنا ما كنحاسبوش هذا الكلام هذا، حنا كنحاسبوهم على التهم الجنسيه، صافي انه ارتكب جريمه جنسيه. وهادشي اللي كنعرفوا. يعني بوعشرين وقعت لي هذه القضيه، هاجر الريسوني وقعت لي هذه القضيه، الراضي نفس المشكله. يعني المغرب تعودنا على نسمعوا هذه القضايا هذه، ان النظام المغربي يتهم جميع المعارضين ويلصق لهم التهم الجنسيه والتشهير الأخلاقي. وفعلا فإن السلطات المغربية قد لجأت خلال السنوات الأخيرة إلى التوظيف السياسي للتهم الأخلاقية والمالية ضد الصحفيين والمعارضين، سواء منهم المعتدلين أو الراديكاليين، الإسلاميين أو العلمانيين. بل إن أي سياسي تجرأ على انتقاد السلطة ولو كان يشتغل من داخل منظومة الحكم قد يتعرض لتهجمات من شبكة أمنية إعلامية أصبحت مهابة الجانب. إنها تتحرك الآن في واضحة النهار، كما قد حازت تدريجيا منذ سنة 2011 على قوة ضاربة على المستوى المالي واللوجستيكي. ويبدو أن التشهير والتهديد العام بالمتابعات قد صار طريقة شبه رسمية من طرق التدبير السياسي للنخبة بالمغرب. إن نداء مراسلون القاسي والذي نشر على نطاق واسع وبلاغات دولية عديدة قد أصاب صورة المغرب في مقتل، خصوصا وأنه صدر في عز اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو الاجتماع الأول منذ تأسيس المنظمة الأممية، الذي تلعب فيه وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي دورا أساسيا، بل الدور الأساسي، وذلك بسبب الجائحة التي تضرب الكوكب. النداء يأتي كذلك بعد 3 أشهر فقط من نشر منظمة العفو الدولية لتقرير تقني مفصل يبرهن على استعمال السلطات المغربية لتقنيات التجسس الأكثر
تطورا بالعالم ضد الصحفي المستقل عمر الرادي. وكانت الحكومة المغربية قد ردت في حينه بنرفزة زائدة وعارية من أي مصداقية أن المنظمة الحقوقية تعادي المغرب، وأنه إن كان هناك من يتجسس فهو الصحفي عمر الرادي. وفعلا فتحت النيابة العامة وكأننا في مسرحية أطفال تفاعلية تحقيقا قضائيا رسميا لتنتهي الأمور بمتابعة الرادي بشبهة التجسس وتلقي أموال من الخارج لهذا الغرض، كما تمت إضافة تهمة الاغتصاب إلى الملف حتى تكتمل عملية الاغتيال الرمزي للشاب المشاغب، والذي حاز شهرة كبيرة وعالمية منذ اعتقاله الأول أواخر السنة الماضية بجنحة إهانة القضاء. كيف سترد الحكومة الآن؟ أنا يعني اللي كاتب هذا المقال تيقول الحكومة، ولكن أنا لا أعترف بالحكومة المغربية، لأن المغرب ما فيش حكومة، المغرب ما فيش برلمان، المغرب ما فيش مؤسسات، المغرب فيه الملك والأجهزة الأمنية. يعني السؤال الذي سيطرح ليس للحكومة ولكن للأنظمة، للنظام الحاكم، يعني القصر والأجهزة الأمنية هم اللي تحكمون المغرب، وكذلك الأجهزة العسكرية. هل ستجرأ على القول أن الصحفي المهني الكبير سليمان الريسوني المذكور في نداء مراسلون والذي يحظى باحترام الجميع قد احتجز فعلا رجلا في سكن أسرته الصغيرة بالدار البيضاء ليلجأ بعد ذلك إلى اغتصابه؟ يعني كتشوفوا القذارة ديال النظام المغربي فين وصلت، يعني أن سليمان الريسوني احتجز يعني شخصا واغتصبه. يعني شوفوا القذارة ديال المخابرات المغربية ديال النظام المغربي فين وصلت. ألم يبقى في وجهها قطرة ماء أو ذرة حياء؟ يعني هل ستصر على تشريب المغاربة ودولة المغرب إلى النهاية؟ يعني هنا يعني هاد جمعية صحفيين بلا حدود يعني قالت للنظام المغربي واش ما كتحشموش؟ واش ما بقات في وجهكم شي قطرة ديال الحياء اللي غادي تنوضوا وتتهموا سليمان الريسوني على أنه اختطف واحد السيد وصد عليه في داره وغيغتصبوا؟ يعني ماشي هذه قذارة، هذه قمة القذارة، ماشي غير قذارة. لقد وضع بول كوبان مسؤول مراسلون سياسته على الجرح لما صرح بأن اتهام الأصوات الناقضة بالاغتصاب أصبحت ممارسة معروفة لأجهزة الاستخبارات المغربية، وهي تهدف ضرب مصداقية الصحفيين ومحاصرة المتضامنين معهم. وهذا الأمر يبين في قضية عمر الرادي مثلما كان الأمر مؤخرا في قضايا تورط عدد من الصحفيين. وهذه الأساليب إذ تحاول إبطال وقع أصوات الصحفيين المتقيدين فإنها تضعف النضال من أجل حقوق الشعب المغربي. يشير النداء إلى دعم عدد من المنظمات والشخصيات النسائية لمضمونها. هكذا تم إلحاق النداء بشهادة للفاعلة الحقوقية المغربية خديجة الرياضي، وهي الحائزة على جائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. كشفت الرياضي في شهادته عن أساليب سلطوية جديدة لترهيب المعارضين في المغرب من مثل التهم الأخلاقية، وخاصة الاتهام بالاغتصاب والاتجار بالبشر والزنا والإجهاض. وهذه مسائل، هذه أمثلة شهدنا الصحفي بوعشرين، يعني التهم اللي لصقت له المخابرات المغربية والفبركة اللي قامت بها المخابرات المغربية لصنع فيديوهات اللي كلنا كنعرفوا الأصل ديال دوك الفيديوهات من جهات، لأن كنعرفوا كلنا كمغاربة إلا ما كنتوش كتعرفوا أيها المغاربة أن الآن هناك في برامج يمكنك أن تقوم بتغيير الوجه لأي شخص، ويمكنك أن تقوم بأي شيء، ويمكنك أن تحول بوعشرين إلى مغتصب وإلى متجر بالبشر. وهذه أساليب يعني أصبحت معروفة للعامية كاملة. الزنا، الإجهاض، شفنا مثلا هاجر الريسوني اتهموها بالإجهاض، رغم أن كنشوفوا أن الإجهاض واحد الأسلوب يعني يمارس في المغرب 24 ساعة في اليوم.
يعني كل ثانية في المغرب تقوم حالة إجهاض، ولكن مشينا لعند هاجر الريسوني واتهمناها بالإجهاض. ألا يتذكر المسؤولون على الملفات المفبركة والرديئة أن الجزء الأكبر من المصرحات في قضية الصحافي بو20 والذي اتهمه قضاء مسيس حتى النخاع باغتصاب جماعة بشرية تتكون من 15 امرأة. والخطر في الأمر أن هذوك المغتصبات شي وحدين فيهم رفضوا أنهم يجيو يشهدوا. يعني هنا فاش كتعرف أن القضية يعني القضية كانت يعني ملعوبة ومخدومة. قد انسحبنا من المحاكمة رغم الضغط والتهديد، وأن 3 منهن قد وصلت بهن أرادة الحق واستقباح الظلم إلى مواجهة المحكمة بقوة، رافضات اتهام زميلهن ومتهمات علانية الشرطة القضائية بالتزوير والتدليس. وطبعا فقد حكم على أجرائهن عفاف البرناني ب6 أشهر نافذة لترهيب الأخريات. هل نسي المسؤولون أنه مباشرة بعد إدانة بو20 ب15 سنة طالبت مشتكيتان زج بهما في الملف بصرف الأموال التي وعدنا بها؟ فعلنا ذلك علانية وعبر شبكة التواصل الاجتماعي. هكذا يبدو أن الأمر كان محسوما بالنسبة إليهما، فقد قدمت خدمة للسلطة المخابراتية المغربية التي لا تبخس أجر خدامها. ألا يعتبر النظام المغربي أن قرار فريق العمل الأممي حول الاعتقال التعسفي قد أوصى الحكومة سنة 2018 وبعد أن قتل الملف دراسة وتمحيصا بإطلاق سراح الصحفي بو20 فورا بعد جبر ضرره وفتح تحقيق ضد من تسبب في اعتقاله؟ أقول: ألا يعتبر المغرب مثل هذا القرار إنذارا موجها لمصداقية أمنه وقضائه؟ المغرب ما عنده لا مصداقية، المغرب ما عنده لا أمن، المغرب ما عنده حتى قضاء. لهذه الأجهزة الأمنية والأجهزة القضائية جميع الأجهزة في المغرب كتخدم واحد الشخص، عرفت شكون هو؟ وهو المالك يدافعوا عليه ويخرجوا بالكتابات وهذه، ولكن المواطن المغربي هو آخر واحد كتفكر فيه الأجهزة الأمنية والأجهزة القضائية وحتى حتى الأجهزة السياسية. هل نسبت الشرطة القضائية التي اتهمت الصحفي هشام المنصوري بتدبير بيت للدعارة بحيراق بالعاصمة الرباط أن كل الأسر 14 القاطنة بنفس العمارة بمن في ذلك أسرة الحارس قد وقعت عريضة تشهد فيها بحسن أخلاق جارها وترفض التهمة الموجهة له رغم ترهيب وضغط البوليس السري الذي استقرت عناصره بجنبات العمارة خلال الأيام التالية لاعتقال المنصوري؟ زد على ذلك أن وثائق التهمة المهيئة باستعجال وإهمال ظاهر لم تقدم لا زبناء ولا ضحايا ولا شهود حول وكر الدعارة المزعوم، كما أن استنطاق السيد المنصوري والذي أجرته هيئات مختلفة من الشرطة تناول أساسا علاقته بحركة 20 فبراير وبعدة صحفيين ومعارضين سياسيين. أما آن الأوان الاعتراف للكلمة الحرة بفضاء ولو صغير، أم حان الحين للتخلي عن هذه الأساليب المقرفة أو على الأقل تغييرها بأخرى أقل خصة فتخدش صورة المغرب بنعومة أكثر؟ المغرب خصو انقلاب، المغرب خصو الثورة، المغرب خصو ما يمكنش تقضي على الفساد، ما يمكنش تقضي على قضاء الفساد في القضاء، ما يمكنش تقضي على سرقة المال العام، ما يمكنش تقضي على التصرفات التي تقوم بها المخابرات المغربية، ما يمكنش تقضي على التصرفات التي تقوم بها المخابرات، ماشي مخابرات، ما عاش غنسميها المخابرات المغربية، هم مجرمين. المخابرات المغربية تاريخها يعني مليء بالإجرام وبالدماء. وهذا الشيء علاش كنطالبوا باسقاط هذا النظام، ماشي كنطالبوا بتغيير النظام، كنطالبوا بجمهوريه، كنطالبوا بانتخابات حره، كنطالبوا باختيار الشخص المناسب. واش المغرب عباد الله، ولا المغرب 40 مليون فيه غير واحد هو اللي غيقدر يسير هذه البلاد؟ واش المغرب كله فيه غير واحد هو اللي كيبغي هذه البلاد؟ هو اكبر خائن. وحنا وكانوا كيخرجوا تيقول لك لا راه هذاك هو راه مظلوم وكذا. لا، واش المغرب عندنا فيه غير واحد ولا جوج ولا ثلاثه هما هادو اللي كاينين دابا هما اللي قادرين يسيروا المغرب؟ حتى غنبقاو بحال هكذا، حتى غنبقاو تيكذبوا علينا لا راه امير المؤمنين وسلطة الرسول وكذا وهذه
وولاد الرسول كلهم ماتوا، حتى واحد ما بقى من ولاد الرسول. فين هي سنة الرسول؟ راه كيكذبوا عليكم، راه تيكذبوا عليكم. يخرجوا الفقهاء ودوك الخوال الخاوي تيبقاو تيكذبوا عليكم في المساجد وفي خطب الجمعه وفي الشوارع وفي كذا. راه كلشي كيكذب عليكم. راه تيحاولوا يرجعوكم خرفان، يعني تيحاولوا راكم نتوما خرفان على المغاربه، راكم وصلتوا لدرجه الخرفان، ولكن تيزيدوا بغاو يرجعوكم دابا عتارس معيز فهمتي. ما تبقاش تقول بعد، تبقى تقول فهمتي ديك اللعبه العتارس. ما غاتون هادشي اللي كيبغيو لكم، هادشي اللي بغاو يديروا لكم دابا في المغرب. واش عباد الله هادي دول تيقول لك راه بان في القامه؟ تيقول شخص في الارض بانت صورته في القمر، يعني ما تصوروا. تصور قمه الكلاخ وقمه التخدير، يعني واحد كاين في الارض يعني بحال القمر مرايه، فهمتي. دابا انا بغيت غير التفسير العلمي، يعني دابا انا بغيت غير التفسير العلمي ديال ان صوره ديال شخص في الارض بان في القمر. بغيت غير التفسير العلمي ديالها اشنا هو. اوكي غنقول القمر مرايه، كون كان القمر مرايه غيبانو كان. يعني الارض كلها خصها تبان في القمر، ولكن مش غيبان شخص واحد يعني بطربوش ولابس الجلابه. عرفتي شنو خوتي تعمقوا في هذه القضيه ديال الملك في القمر، يعني غير جلس بوحدك وبقى تخمام. عرفتي هي القواده، الناس طالعين في السطوح وكيطبلوا والملك في القمر، يعني يعني تصور البلاده، يعني تصوروا بنادم لا ستوبيديتي فين وصلت بالبشر المغربي. اشنو كيفاش حولوا الشعب المغربي من شعب الى خرفان، ولا ماشي خرفان، يعني كائنات اللي في شكل وعباد الله مغربي، وكيقول لك انا شفت الملك في القمر. يلا اشرحوا لي هذه القضيه علميا. يعني انا بغيت شي واحد يشرحها لي علميا. بنادم بنادم في الارض وبانت الصوره ديالو في القمر. ودابا القواده والمغاربه تيقول لك شفنا الملك في القمر. المهم ديروا بحالي. عرفتي شنو غدير اخواني اخواتي؟ شنو واش غديروا؟ غادي تجلس وغادي تسد عينيك وغادي تخايل الملك في الارض وبانت التصويره ديالو في القمر. يعني تخيلها انت تخيل. وعطيت التفسير العلمي ولا عطيت التفسير اللي بغيتي. اخوان الاخوات كنتمنى يعجبكم الموضوع. يعني هو مضحك ومبكي، يعني هادشي اللي كيوقع في المغرب هو مضحك، يعني هو كوميدي ومبكي في نفس الوقت. ولكن كنتمنى يعجبكم الموضوع. ما تنساوش ديروا لايك، ديروا ديسلايك، بارطاجي ما تبارطاجيش. تحيه للجميع، تحيه يعني الخوتي خواتاتي اللي كنشوفهم يوميا، ماشي يوميا يعني اي مره كنزل شي فيديو كنشوف التعليقات ديالهم الايجابيه، كنشوف يعني شيء جميل جدا ان الواحد يشوف هذاك الشيء كيشوف مثلا كيطرى في القناه ديالو. تحيه للجميع والى فيديو اخر، والسلام عليكم.